السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن الاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع المجيب الدعاء. بس يا جماعه، ان شاء الله النهارده هعمل معاكم كريم حلو قوي. تركيبته جميله وجايباها من اخصائيه بصراحه ربنا، صيدلانيه جميله قوي، بتستخدم يعني لسن ال30 او اكتر، او اللي احنا زي ما انا هقولك في الفيديو برضو امتى ممكن تستخدميه. يعني لو انتي عندك الاعراض اللي انا هقول عليها ديت في الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو ان شاء الله، انا بتمنى طبعا لاول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس بحيث ان هو يوصله مني كل جديد. بالنسبه كمان اللي هم اهل اللي هم القناه اللي هم المشتركين معايا، اهلا بيهم وسهلا بيهم. وطبعا انا بتمنى من الكل ان انتوا تعملوا لي لايك، يعني ما تستخسروش فيا موضوع اللايك دوت، لان بجد بجد بيفرق معايا، بيفرق مع القناه. لان دوت بيزيد من تدعيمها ويلا على بركه ربنا نبتدي. طبعا انا زي ما قلت لكم كده في بدايه الفيديو، الماسك اللي هو بتاع الكولاجين. ده بيستخدم يا جماعه، نتكلم عن الاستخدامات الاول وانت ممكن تستخدمه. بصي، هو بعد كل اللي مثلا عدت سن ال30 وبيبقى حلو قوي الكريم دوت للبشره. تمام. طيب، احنا هنقول لو احنا مثلا في بعض الاعراض دي لو موجوده قبل سن ال30 وكده، ممكن نقول ايه الاعراض. بس هقول لي بقى سن ال30 وكده، السن بيبتدي يكبر وبعد كده بيبتدي يفقد وظائفه. يعني في بعض الخلايا مسؤولة عن المواد الصبغية، في زي الشعر مثلا، في بيبقى في بعض البقع للجلد، بيبتدي يظهر. يعني انا ما كانش عندي نمش وبدأ يظهر نمش. كل دوت ليه اسباب. اول حاجة ان احنا زي ما قلت لكم كده، انا هعمل ماسك كولاجين. تمام. الكولاجين عامة هو مسؤول عن كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي. يعني ان هو مادة الكولاجين اللي في الجسم دي بتبتدي تنقص، بيبتدي ان الجسم تحصل له زي بقع. خلاص، في بعض المواد الصبغيه اللي هي خاصه عن الكولاجين بتبتدي تقل. بيبتدي ان في كرمشه. بيبتدي ان الجلد بيبتدي ان هو بيبقى فيه حاله، تحس ان هو كرمش كده. ما بيبقاش واخد الحيويه والنشاط بتاعه. كمان بيساعد على ان كمان ان بيأخر ظهور الشيخوخه. طيب، كمان ان هو على فكرة ليه وظائف حلوة جدا للبشرة، وليه ماسكات تانية برضو. بس مش ده اللي انا يعني هتكلم فيه. انا النهاردة هتكلم على الماسك بتاع البشرة. طيب، في ايه بقى؟ اول حاجة ان بصي، البنسلول. البنسلول ده في الصيدلية بتجيبيه. ده كان سعره تقريبا، انا مش فاكرة عشان كنت جايباه مع حاجات، يعني حوالي 9 جنيه. تمام. او ممكن يكون وصل في بعض الصيدليات ب10، يعني هو ب9 جنيه. خلاص. طيب، البنسلول دوت على فكره بيبقى حلو جدا للبشره، بيساعد على ان ماده فيها بنسلول، بيساعد على الرطوبه بتاعه البشره، بيساعد على ترطيبها، ما بيخليهاش تنشف. يعني فاهمين؟ ما يعني بص كده، ممكن تبص تلاقي ان البشره كده فيها خشونه، فيها تحس ان نوع من انواع التشققات. ممكن نتيجة ان الصيف مثلا الشمس والكلام ده كله، ممكن نتيجة البرد برضو بيعمل زي نشفان في البشرة. بيعمل فيه تشقق. بيبقى في بعض الانزيمات اللي بتقل في الجسم شوية ديت بتساعد الحاجات ديت. فالبنسولين نفسه بيعوض عن الموضوع ده، لان هو اصلا حتى هتلاقي مكتوب عليه ان هو يعني مرطب وملطف للجلد. خلاص. وكمان ان هو بيزيد من الحيويه بتاعه البشره، بتلاقي ان هو ادالها اشراقه وادالها نعومه كده. خلاص. فالمفروض ان انا هيبقى عندي انبوبه اللي هي الحجم ده. انا معرفش اصلا في حاجات تانية ولا لا، لان انا بجيب الحجم ده. خلاص اهو. دي حاجه. الحاجه التانية، طب هعمل ايه تاني؟ المفروض ان انا بيبقى عندي امبول كولاجين، في اللي هو دوت، ده حوالي 20 مليمتر
تمام، او 20 واحده او 20 جرام زي ما بيقولوها. خلاص. ديت في حاجه تانية بتبقى عامله زي الامبول بتاع اللي هي الحقن بتاع الميه. خلاص. لو لقيتيه التاني دوت تقريبا 10 جرام او في 20، لو لقيتي ده او لو لقيتي ده او لو لقيتي دي. يعني هي 3 حاجات، يا اما ال10 او ال20 اللي هي في الامبوله اللي هي بتبقى طويله كده الازاز، يا اما بتبقى في امبولات وعبوات زي دي. خلاص. وبعدين لما انت بتروحي تجيبيه بتقولوا له لو انت عايزاه للبشره، بتقولوا له انا عايزاه للبشره، وتتاكدوا ان هو ايه يعني يكون من مكان موثوق منه، لان في بعض الناس يعني ربنا يسامحها المهم ان هي تبيع وخلاص. خلاص. طيب احنا هنعمل ازاي الموضوع ده؟ طيب انا دلوقتي عندي تكون بولة نضيفة، تمام، مغسولة ونضيفة ومنشفاها طبعا. خلاص. انا هبتدي ان انا هنقص يعني هفضي العبوة دي كلها للاخر. يبقى احنا قلنا ان الكولاجين بيساعد على عدم يعني على عدم اللي هو ظهور تجاعيد الجلد او تأخير الشيب زي ما بيقولوا يعني. خلاص. وفي نفس الوقت ان هو لو في عندك يعني انت ما كانش عندك نمش اللي هي النقط البنية ديت، ما كانش عندك اساسا وبدأت تظهر، يبقى انت لازم تستخدمي الماسكات ديت او تستخدمي اللي هو الكولاجين عموما. الكولاجين انا هقولك دوت دي طريقة غير بقية الطرق. تمام. بتفضيها كده للاخر خالص. خلاص كده اهو. وتبتدي ان انا هفضي الامبول ده كله عليه. هفتحها وارجع لك. انا كده شلت الغطا اللي عليها ده، وهفتحها كده. خلي بالك طبعا عشان ما تدلقش منك. وهتبتدي ان انتي هتدلقيها كلها كده. خلاص. تمام. وهتبتدي ان انتي تقلبيها كويس كده. حاولي بس يكون البوله واسعه وتكون نضيفه وغسلها كويس قوي. وهتفضلي تقلبي كده لحد ما الخليط ده كله يتمزج مع بعضه. هتقلبي كويس قوي 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 قوي، متأكدة ان الخليط خالص يعني اتمزج مع بعضه. خلاص. تمام عشان تعرفي الخطوات. وكده ده بقى شكل الخليط بتاعي. خلاص اهو بقى كريمي خالص اهو. طيب هبتدي ان انا هعمل ايه. برضه تكون عندي علبه نضيفه وغسلاها ومنشفاها. خلاص. وتكوني كمان معقماها، يعني المفروض ان ديت كان مكانها جليسرين وغسلتها كويس ونشفتها. وابتدي ان انا هعمل كده اهوت. هبتدي ان انا افضيه في قلبيها. طبعا المفروض ان انا عملت كده. وهبتدي ان انا هغطيها. خلاص. طيب انا هستخدمها ازاي. انا كل يوم قبل ما انام، شرط قبل ما تنامي. وليه شرط قبل ما تنامي؟ يعني خليكي معايا وانا هقولك. انت تبقى غاسله وشك كويس جدا، وتكوني يعني منضفاه وتنشفيه. وبعدين تبتدي تدهني من الكريم ده. وطبعا هتسيبيه الصبح. ليه بقى بالليل؟ علشان انت بتنامي وطبعا بتبقى مطفيه النور، ما بتتعرضيش لشمس، ما بتتعرضيش لضوء، ما بتتعرضيش لاي اشعه خارجيه من بره. غير ان بالليل
الجلد بيبتدي يعمل اعادة بناء. بيبقى كل الحاجات دي بتبقى شغالة بالليل، ما بيبقاش الصبح وانتي في اجهاد، بتشتغل وانتي في حالة راحة. تمام. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبك. وان عجبك ما تنسيش بقى ان انت تعملي لي شير ولايك، وكمان ان انت تفعلي الجرس بحيث ان يوصلكوا كل اشعارات القناه. وشكرا لكم المتابعه بتاعتكم. وطبعا لو عندكم اي استفسار عن اي حاجه انا تحت امركم. شكرا لكم للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.